العطر ده في زمن التكرار والتقليد قدر انه يقف في مكان لوحده. يعني عطر نيش من احلى واروع العطور في اخر 20 سنة. والعطر اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو لأو دو ديزير ماروكان او عطر هواء صحراء المغرب. فلو انت بتحب العطور اللي بتحكي حواديت الف ليلة وليلة، عطور عالم النيش المميزة جدا وفخمة، خليك معايا لاخر الفيديو ده. السلام عليكم. اول حاجة حبيت اتكلم معاكم فيها هي دار تاور برفيوم. دار تاور برفيوم هي دار نيش سويسرية تأسست على ايد العطار السويسري اندي تاور. والراجل ده يعني ما ذهبش الى افخم وارقى معاهد العطور في باريس ولندن وروما، لا، الراجل ده علم نفسه، هو عبقرينه العطور. وفي غيره كتير يعني عطارين تانيين يعلموا نفسهم صناعة العطور، بس هو فعلا عطوره جميلة جدا، عطور نيش وليها ثبات حلو واسعارها حلو. في بعضهم طبعا اغلى اللي هي العطور الجديدة من شركة تاور، بس العطر اللي احنا نتكلم عنه ده النهاردة نزل سنة 2005. اول ما نزل العطر انا كنت لسه بروح اشتري عصير القصب من ميدان الدقي. فعطور تاور دي مش مصنعة زي ماس بروديوس. الراجل ده ايده في كل ازازة، يعني اللي عنده الوير هاوس بتاعه وعنده كام واحد شغال معاه وبيحط العطور دي بنفسه، وهو العمال بتوعه بيشرف شخصيا على تركيبات العطور وازاي بتتعمل وبتتحط في الازايز وكده. فدي طبعا حاجة مميزة جدا في رأيي، من حيث ان بعد العطور، لما اتكلمنا قبل كده الحلقة الماضية ان عطور ما بقتش زي الاول، خاصة لما شركات كبيرة زي استي لودر ولوريال تدخلوا او مثلا اشتروا نسب في شركات عطور نيش. فزي ما قلت لكم ان اندي تاور احسن حاجة فيه ان هو ما بيجريش ورا الترندز، يعني ما بيجريش ورا الموضة، لا، الراجل ده ماشي في اللين الخاص بتاعه، يعني نيش بحقه حقيقي. فاندي تاور بيقول انه بيحب يعمل عطور تجسد مشاعره الحقيقية في فترة زمنية معينة. يعني ايه لما تقول ان عطر اسمه هواء صحراء المغرب؟ لو انا مثلا خمنت يعني الراجل ده تلاقيه راح المغرب واكل الطاجن واكل الكسكس واكل البغريرة واتمزج وعجبه البلد والصحراء والريحة والجمال والأرجيلة أو الشيشة زي ما يقولوا عليها. فرحلة جابت له كده نوستالجيا أو ذكريات جميلة جدا من ناحية اتجاه حبه لدولة كده شقيقة زي المغرب. فاحنا بنتكلم عن عطر فعلا هياخدك في أجواء صحراوية، مش شرط المغرب، بس هو انا عمري ما رحت المغرب فعشان كده مش عارف اقول لك ان ده بياخدك في اجواء صحراء المغرب. ان شاء الله هروح في المستقبل، بس هو بياخدك في جو غامض صحراوي دافي ورائحة بهارات ورائحة التوابل والفانيليا والكهرمان والعنبر، يعني رائحة سحرية فعلا تخطف القلب. فتعالوا بقى نتكلم عن مكونات العطر اللي هي حسب مواقع فراجرانتيكا ومواقع تاور. فخدوا بالكم المكونات دي انا شخصيا ما بشمهاش كلها، بس اللي انا شمه وحاسس بيه ويبدو مألوف بالنسبة لي هو ده اللي انا بحب اتكلم معاكم عنه. طبعا دي مع تجربتي مع العطر وخبرتي مع العطر، لانه عطر جميل جدا فاستخدمته مرارا وتكرارا. فحسب الموقع الافتتاحية اللي هي الكزبرة، الكمون، البيتي جرين، اللافندر واللابدانوم واخشاب اللي هي البيرتش. انا ناسي بصراحة البيرتش ده اسمه ايه بالعربي، بس هو خشب كده لونه ابيض شوية. واللي عندك زهرة الياسمين وابرة الراعي
والقاعدة العطر بقى في اللي هو طبعا الكهرمان او العنبر، خشب الارز، نجيل الهند، الباتشولي، وطحلب البلوط او اللي هو الاوكماس. فهو ده العطر تاور، هو النسخة اللي عندي 50 مل. العطور اللي انا جربتها صراحة كلها عجبتني جدا. وعطر زي ده هو عطر نيش، ولكن عطر ينفع يبقى توقيعك الشخصي، بحيث انه مش ما اعتقدش ان العطر ده مثلا هيأذي حد. هو عطر جميل جدا. فتعالوا نرش العطر ده. عطر زي ما قلت لكم جامد جدا. في الورق طبعا هيكون مختلف شوية، فعايز مثلا ارشه على ايدي. فزي ما قلت لكم الليستة الضخمة الهائلة من التوابل والمكونات دي، انا شخصيا هو عطر تحس انه معقد شوية، بس مع ذلك هو ماس ابيلينج. يعني مش ما فيش ناس كتير يعني هيقول لك انا لا ما بحبش، يمكن 1% في رأيي. بس ده بلايند باي سهل، الا لو ما كنتش بتحب عطور اللي هي فيها الكهرمان والعنبر. ف عطر كده فيه طبعا التوابل الحارة. اللافندر ده بقى انا مش عارف، هو في الليستة بس انا شخصيا مش شامه، لان هو انا عارف ان الناس بتقول ان ريحة اللافندر بتجيب الريحة الصابونية. هو في ريحة صابونية الى حد ما، بس خفيفة جدا، يعني مش صابونية في وشك، بس هو ريحة طبعا المقدمة توابل. وخاصة انا مش عارف بقى زي ما قلت لكم ان العطر في قاعدته في اللي هو الكهربان او العنبر، بس انا مع ذلك حتى مع الافتتاح انا حاسس بوجود العنبر. يعني انا شمه حتى في افتتاحية العطر. والعطر ده بقى مش لينير طبعا، هو عطر بيتغير، بيتطور، بيتأقلم. وبعد ما يبقى دراي على جسمي، على فكرة ريحته أحلى بكتير من على الورقة. بعد الافتتاحية التابلية صابونية إلى حد ما، بيتحول لحاجة تانية خالص، فالعطر بيبقى حاجة أدفى وأعمق. فلما يتغير العطر بقى بيطلع لك بقى النوتات اللي هي في قلب العطر، اللي هي المفروض إن هي الورد والباتشولي. طبعا ده الباتشولي ده انا من احلى النوتات اللي انا بحبها جدا، اللي هي الباتشولي. فدي اللي هي اللي انا بشمها. وورود بقى مش عارف بقى الياسمين والفل انا مش عارف الورود اللي هي موجودة هنا، او الازهار، النوتات الوردية الزهرية اللي موجودة هنا مش عارف، بس هي نوتة زهرية، بس مش أنثوية. هي لا، العطر ده للرجال في رأيي. هو طبعا هم قايلين ان هو للجنسين، هو عطر محايد، بس انا شايفه وشمه انه عطر يميل الى الذكور. فريحة الزهور دي والبهارات دي والباتشولي بتدي بقى توازن جميل جدا بين النوتات دي. وبعدين بتحس بقى بقاعدة العطر اللي طبعا العنبر او الكهرمان والفانيليا هنا مش واضحة. العنبر لا، هو اللي في وشك، فلا هو عطر عنبري. وطبعا المفروض في قاعدة العطر بقى يكون في النجيلة الهندي او الفاتيفر، بس انا بصراحة انا شامم كده ريحة كده زي ريحة ترابية، يعني مش النجيلة الهندي اللي انت متعود عليها، لا هي نوع رملي شوية. وفي قاعدة العطر طبعا العنبر او الكهرمان. فالتركيبة دي مش بسيطة، كل نوتة واخدة حقها ومش متسلطة على النوتات التانية،
والدور الرئيسي للعطر ده هيكون الكهرمان او العنبر. فالعطر ده مش بس ريحة، لا هو مود كامل، يعني مزاج. فالعطر ده اول ما تشمه تحس كأنك واقف كده في أفلام إنديانا جونز لما بيروح ينزل الشرق الأوسط في أوائل القرن ال19 وينزل الأسواق العربية القديمة اللي فيها الأنتيك والسجاجيد الفارسية والعطارين حاطين لك جميع أنواع البهارات في الأرض كده، والناس ماشية في السوق وبتبيع وبتشتري. هو ده اللي أنا بحس بيه، إن لما بحط العطر ده عايز أحط بقى الثوب وأجيب معايا الجمل بتاعي وأمشي بقى في وسط قافلة. وهو عطر طبعا شرقي بس مش شرقي عود بقى وإنسنس، لا هو عطر شرقي تبلي عنبري. فهو عطر جميل جدا، مع انه طالع سنة 2005، بقاله يمكن 20 سنة، بس مع ذلك في حاجة كده مودرن. فعطر زي ده حسب المواقع اللي بتعمل ريفيوهات والناس اللي في الكومنتات والتعليقات بيقولوا ان ده عطر شتوي. بس انا في رأيي الشخصي المتواضع، انت ومزاجك، فانت براحتك، فانت جرب وشوف العطر ده يناسبك ولا لا. طالما العطر ما بيضايقكش وما بيخنقكش فالبسه في اي فصل. انا ما جربتوش في فصل الشتاء، بس هو عطر جميل جدا، وجربته في الصيف بس ما كانش الجو، يعني الشمس ما كانتش نار. بس هو جربته في الصيف، جربته من كذا يوم. فلما انا بحب اعمل ريفيو لعطور عشان ما انساش ريحة العطر وتجربتي مع العطر، بحب ان انا احط العطر ده 3-4 ايام ورا بعض كده عشان يديني افكار اتكلم عنها. فعطر عادي في طول السنة في رأيي الشخصي. بس هرجع لكم تاني بخصوص فصل الشتاء، بس اغلب الناس بتقول ان هو عطر شتوي، بس انا مش شايف الكلام ده بصراحة. عطر زي ما قلت لكم ينفع يبقى توقيعك الشخصي، عطر ينفع تلبسه اي يوم اي وقت، ولو الجو حر جدا ينفع تلبسه بالليل، لو مش حر جدا عادي كمان تلبسه الصبح. وعطر جامد جدا، عطر versatile، يعني تلبسه في اي مناسبة. بما ان انا قلت لكم ان العطر ده ينفع تستخدمه طول السنة، بس هو مع ذلك مش فريش، فلازم التجربة. مع ان العطر ده هيبقى ماس ابيلينج اكتر من عطور تانية كتير احنا اتكلمنا عنها في القناة. عطر هيعجب ناس كتير جدا. فلو انت من عشاق العطور الشرقية اللي ليها بريزنس وليها شخصية كده حلوة، ما تروحش بعيد، لا عطر زي ده هيعجبك جدا. فخلاصة الكلام، العطر ده قنبلة كهرمان راتنجية جميلة من غير ما تكون تقيلة أو مزعجة. بداية تابلية فيها كمون وكزبرة، وبعدين دفى مسكي وفي نغمة فوجير، وفي النهاية فيها سكر ناشف بيربط كل حاجة ببعض. تعالوا بقى نتكلم عن أداء عطر لو ديزير دو ماروكان. اسم طويل جدا، أنا لا مش عايز أنطق، أنا هقول عليه عطر هواء صحراء المغرب. احلى من عطور توم فورد بكتير جدا من حيث الاداء والثبات والفوحان. هو هيقعد معاه 8 ساعات على الاقل هتشمه، بس بعد اول 3-4 ساعات هيقرب منك شوية، يعني اي حد قريب منك بس اللي هيشمه. وعطر الثبات بتاعه جامد جدا، بس الفوحان بتاعه هو اللي هيقل بعد 3 ساعات. وعطر جميل جدا، ريحته مش سينتاتيك خالص، يعني ريحة فخمة جدا جدا، تحس كده ما فيهاش حاجة رخيصة. لو جربتوا عطر لو ديزير ماروكان قولولي في الكومنتات وايه رأيكم في العطر ده، وهل في عطور تانية من دار تاور برفيومز عايزين نعمل لها تقييم؟ اكتبوا لي رأيكم وايه عطركم المفضل من هذه الدار. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم قريبا ان شاء الله في فيديو جديد في عالم العطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.